منتخب المانيا في المرحله الهجوميه كان دايما بيرمي جوندوجان جنب هافرتز عشان يشدوا خط الدفاع، يسيبوا مساحه كويسه لموسيالا وفيرتز بين الخطوط عشان يقدر يلعب الشغل الطبيعي ومهاجمه عمق الملعب. لكن منتخب سويسرا ب 5-3-2 دفاعيا، هنا في زياده واحد في عمق الملعب، ثانيا في حريه للاثنين وينج باك ان هم يخشوا للقلب عشان يمسكوا او يراقبوا الثنائي جمال موسيالا وفيرتز. دايما هدف الراجل ده انه يقفل زاويه التمرير على توني كروس اللي هو اللعيب اللي هيقدر يخرج منتخب المانيا بشكل كويس. فهتلاحظ هنا اهو الوينج باك بدا يخش الفيرتز والراجل ده واخد جمال موسيالا، فمفيش حد يقدر يستلم الكوره باريحيه بين الخطوط. الجول دخل ازاي؟ دخل نتيجه ان الراجل ده رايح على طول ناحيه توني كروس عشان ما يخلوش يقدر يستلم باريحيه. هنا رقابه مان تو مان على جمال موسيالا، نظرا لان مفيش حلول. مر هنا توني كروس انه يمرر لجمال موسيالا عمق الملعب اللي متراقب هنا، استلم بظهره مع ضغط المدافع عليه، افتك منتخب سويسرا الكوره، لعبوا في المنطقه العكسيه. ده كيميتش الباك اليمين، اتمررت الكوره بظهره، طاري روديجر هو اللي يغطي مساحه كيميتش، اتخلقت مساحه ما بين قلبين الدفاع، بدا المهاجم ينطلق المساحه، سجل جول.